السلام عليكم. على سبيل ان شباب كتيره بتفكر في السفر، فالكلام اللي انا اقوله لك في الفيديو ده ما اعتقدش ان في ناس كتيره من المسافرين هيقوله لك. في الحقيقه اي فرصه سفر جايه لك في اي دوله فما تترددش وخد القرار وسافر وخد التجربه بنفسك، وايا كان الراتب اللي معروض عليك فما تترددش في نقطه الراتب وسافر وخد التجربه بنفسك. في ناس كتيره هتقول لك لا، فانت ما تسمعش كلام حد، خد تجربتك عشان انت لازم تاخد التجربه بنفسك، ايا كانت التجربه دي هتكون عواقبها ايه فانت خد التجربه بنفسك. انا كواحد بسافر لو قلت لك ما تسافرش فانا بضحك عليك. انا مش عايز احبطك، انا عايز اقول لك ان في البدايه مش هتلاقي الحياه ورده بالنسبه لك، مش هتلاقي الناس اللي قريبين منك فرشين لك الورد قدامك اول ما تسافر، هتلاقي الناس تعاملك وحش، هتلاقي اللي قريبين منك ما يسالوش عليك. ما تشغلش بالك بكل ده، خد التجربه عشان انت عايز تنجح، انت قدامك هدف وقدامك حاجات عايز تعملها، فانت اللي تاخد التجربه. كل حاجه سلبيه تتعامل لك ما تركزش فيها، وخد التجربه عشان انت قدامك هدف وعايز تعمله، قدامك اهلك عايزك تسعدهم، انت عايز تسعد نفسك، عايز تتجوز، عايز تعمل حاجات كتيره. الحاجات دي هتيجي ازاي؟ هتيجي بتوفيق ربنا، بس اللي عليك ان انت تسعى وتجتهد وتعمل الدور اللي عليك. سافرت، الراتب اللي انت هتاخده ما تبصش للراتب في البدايه، في البدايه تلاقي الامور صعبه. على سبيل المثال انا لما سافرت الكويت جديد في 2018، انا الشركه اللي كانت جايباني من مصر كانت بتقول لي على رقم، وجيت هنا لقيت نفسي انا باخد 70 دينار، وال70 دينار ما كنتش باخدها كل شهر، كانت بتنزل لي كل 3 شهور. ففي الوقت ده ما كانش قدامي حل غير اللي انا اكمل، رغم ان في الوقت ده في ناس رجعت تاني مصر وما رضتش تكمل وقالت لا الشغل ده ما يظبطش معانا. انا عارف قدرات نفسي ان انا ما قداميش غير هو اختيار واحد اللي انا اكمل، عشان انا عندي هدف عايز احققه. انا عارف ان الرقم ده مش هو اللي هيحقق لي احلامي او طموحاتي، بس انا عارف اني عندي يقين بالله ان ربنا هيكرمني، ان انا بجتهد وان انا بسعى وانا بعمل الدور اللي عليا، وبراعي ربنا في كل حاجه بعملها. فانا عارف ومتاكد ان ربنا هيرزقني بحاجه تانية. كملت ورضيت بالرقم ده، بس الحمد لله مش بقول لك انا حاليا بقيت مليونير، بس انا بقول لك الحمد لله انا راضي بكل حاجه انا فيها. اشتغلت ميكانيكي رغم ان ما كانش شغلي، اشتغلت في المعمار رغم ما كانش شغلي، اشتغلت بمسح سيارات ورغم ان ده برضه في مصر ما كانش شغلي، بس انا عندي هدف، واذا كان الشغل اللي انا هشتغله بما يرضي الله وحلال وما فيهوش حاجه حرام فانا هشتغله عشان انا عندي هدف وعايز احققه، ومش جاي الغربه ده عشان خاطر اضيع وقت في الفاضي، انا جاي اشتغل عشان انا عندي حاجه جاي اعملها وامشي. فاللي انا عايز اقوله لك ان ما تيأسي وما تخليش حد يحبطك، وفرصه السفر اللي هتجيلك في اي دوله ايا كانت الدوله دي هتكون فين فخد التجربه وسافر. ما تسمعش كلام حد وما تسالش حد كتير، ورزقك غير رزق غيرك، واللي ربنا هيكرمك انت بيه ممكن ما ربنا ما يكرمنيش انا بيه، وكل واحد فينا ليه تجربه معينه وربنا عارف اللي في الغيب، وربنا ليه حكمه في كل حاجه. ممكن اللي نفع معايا ما ينفعش معاك، وممكن اللي نفع معاك انت ما يظبطش معايا، ممكن الدوله اللي انت مسافرها انا اكون سافرتها وما ظبطتش معايا، وممكن العكس. فانا عايز اقوله لك ان الارزاق بتاعت ربنا، اللي عليك انت انك تسعى وتجتهد وتعمل الدور اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا، وربنا اكيد هيكرمك. السلام عليكم، اشوفكم على خير.